على كل المدافعين لفريق ساوثهامبتون، وبالتالي اللاعب هو ديما با كان خلف الكرة لعب التمرير، لا وجود لحالة تسلل، ومن ثم لا وجود لمخالفة فيما بعد. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 82، حالة غاية في السهولة، وأنا أستغرب عدم التقييم الصحيح للمخالفة. يمتلك زاوية رؤية جيدة قريب جدا من موقع الحدث. هنا لامبارد يلعب الكرة باتجاه مسافة قريبة جدا، ديفيز تصدم الكرة بالصدر ومن ثم تتحول باتجاه اليد لكنها لم تلمس اليد. هو ديفيز يحاول إبعاد يده في تلك اللحظة. الحكم شعر بأن اليد وهناك اليد قد تحركت باتجاهها، هي لم تلمس. نلحظ عملية الكرة هنا الكرة تلعب بالصدر أو تلعب بالبطن تماما ومن ثم تذهب بعيدا، لكن كأنه خيل إليه بأن الكرة قد ذهبت باتجاه اليد التي تحركت في محاولة أيضا للابتعاد عن لعب الكرة باليد بشكل متعمد. أنا أعتقد بأنه أخطأ في التقييم طبعا كما هو واضح رغم قربه. هذه الحالة المخالفة الوحيدة فقط، احتسب 20 مخالفة، كل 19 مخالفة كانت صحيحة، وكان قريب ب 17 مخالفة، وتلقى العون من المساعدين 3 مرات. هو يمتلك أداء بدني عالي، هو أحسن حكم بين الحكام الإنجليز الذي يمتلك أداء بدني عالي، وهو نشيط فوق الميدان بشكل كبير جدا. وطبيعة المباراة ربما سهلت طبعا مخالفات قليلة. حالات المخالفات لم تتسم هذه المخالفات بالشدة والقوة التي يعني تحتاج إلى إنذار إلا في مرتين. كان الهدف من المخالفات هو إيقاف تقدم تشيلسي في هجمات سريعة، كانت طبعا مخالفات تكتيكية القصد منها. نعم. كما ذكرنا الشيء الأساسي اتساع النتيجة أيضا هذا سهل المهمة. وهو حكم لا شك بلا شك هو حكم ممتاز، حتى إن كانت مباراة صعبة فهو حكم لائق وقادر على أن يقود أصعب المباريات. كما أنت ممتاز ولائق. شكرا لك كابتن جمال، وسنعود لك إن شاء الله بعد المباراة الثانية، لأنه بعد قليل مباراة ينتظر منها أن تكون تنافسية أكبر. كابتن محمد، ويست هام مانشستر يونايتد، يعني بصراحة نتوقع منها أن تكون مباراة أفضل بكثير مما شاهدناه من ساوثهامبتون. نشاهد يعني مباراة مستويات رائعة في هذا الموسم، متصدر وتأهل في الشامبيونز ليج وأمور أخرى كثيرة، وهو يحاول في هذه البطولة أن يعود مرة أخرى إلى ملامسة الكاس. هناك لاعبين صراحة واحتياط رائعين وأكثر من رائعين في المان يونايتد. السير أليكس يعني غني عن التعريف، غني إنه نحن نتكلم عن هذا الرجل. إنما طبعا دائما نتحدث عن اختياراته على الأقل لمباراة اليوم، يعني أبقى بغض النظر عن بعض الإصابات روني فان بيرسي احتياط، يعني يريد أن يمنح الفرصة لبعض اللاعبين. نعم. الذين لم يلعبوا كثيرا في البريمير ليج. نعم. وهذا ما تعودنا دائما أن نشاهد من السير أليكس فيرغسون في هذه المسابقات، إن كان الكارلين كاب ولا حتى يمنح الفرصة لكاغاوا لويلبك لشيشيريتو، لو أنه شيشيريتو بعض الحالات يعني يلعب أساسي. كاغاوا لذلك يحتاج إلى أن يلعب هذه المباراة، وويلبك أيضا، لأن كل الكلام عن روني فان بيرسي وهرنانديز وداني ويلبك بقى على الجانب ونسي، وأنها مباراة أخرى مهمة لداني ويلبك، وأظن أنه اختيار مثير للاهتمام، وخاصة حارس المرمى، لأن سير أليكس فيرغسون يغير حراس المرمى منذ بداية الموسم، وليس متأكدا إذا كان ليندغارد اليوم نعم، وهو كان يلعب منذ المباريات 5 و6 الأخيرة، ويبدو أنه ربما اختار أن دخية هو الأول الذي عرف معه بداياته فريق ويست هام، وهو القادم من ليفربول، فيما مروان ينتهي
الأولى بين ساوثهامبتون وتشيلسي. شكرا لآلان، شكرا كابتن محمد، شكرا كابتن جمال. العودة إن شاء الله للاستوديو التحليلي فيما بين شوطي هذه لأنه المباراة تنطلق بعد قليل، والتعليق للزميل علي محمد. علي تفضل، كلمة لك. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معا في أعرق المسابقات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. هذه المسابقة التي انطلقت 1871-1872 هنا في هذا الملعب في ايتون بارك، ملعب فريق ويست هام الذي يستطيع الدور الثالث. وتشكيلة ويست هام تومكنز بوتس، في وسط الملعب كوليسون نولن وديارا، وفي المقدمة باستي وكارلتون كول، ولأول مرة جو كول طبعا بعد عودته من المرمى سمولينج وايفنز وبيديتش وبوتنر، ثم امامهم رافائيل وسكولز وكليفرلي وكاغاوا، وفي المقدمه هرنانديز واللاعب ويلبك. واضح طبعا الغيابات في فريق نادي مانشستر يونايتد اليوم. عوده نادي وايضا اللاعب ديامي، في حين ابرز غيابات نادي مانشستر يونايتد اليوم غياب وين روني عن التشكيله، نجم طبعا المصاب، وراحه بعض اللاعبين امثال طبعا مالك واندرسون، وان كان ولكن ضمن البدلاء هنا امامنا سير أليكس فيرغسون الذي يملك الكثير خلف طبعا اتكنسون، لكن حكم مباراة اليوم مارتن اتكنسون في هذه اللقطة. سير أليكس فيرغسون منذ عام البطولة مع فريق نادي مانشستر يونايتد امام سام ألردايس في هذه اللقطة، الذي تحدث عنه بشكل رائع فيرغسون قبل المباراة بانه يستحق وصعد ويست هام المركز 11 في الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج، في حين يحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الاول وفي الصدارة لهذه المسابقة. ويست هام في بهدف، هو الأسرع هذا الموسم في البريمير ليج، هدف سجل عن طريق فان بيرسي الذي سجله بعد 33 ثانية في فريق نادي ويست هام. امامنا هنا الانطلاقة، النهارده بنشوف اللاعب رافائيل يلعب في وسط الملعب اليوم. النهارده التشكيلة التي شك بيريح ايضا مايكل كاريك، جيجز، الاسماء اللي بتريح النهارده فان بيرسي كما هو معتاد من سير أليكس فيرغسون انه دائما وابدا يعني يعتمد على تشكيله ويعتمد على تشكيله اخرى، والعناصر الاساسيه دائما بتكون في مسابقه الشامبيونز ليج حيث يلتقي ويست هام يتفوق في لقاءات الكأس بين الفريقين 4-3، 4 فوز لويست هام و3 من نادي مانشستر يونايتد. كان آخر هذه اللقاءات 2003 لما فاز مانشستر بين انتهى 6-0، كان سجل جيجز في تلك المباراة. مانشستر يونايتد في مباراة اليوم عناصر كثيرة لا تشارك من بداية المباراة، منها ايضا اللاعب اشلي يونغ بالاضافه الى كاري فان بيرسي
الهدافين في الدوري الانجليزي. ادي امامنا فيديتش، امامنا هنا يرجع الكوره على طول تشيلسي يونايتد في حاله التعادل. هيكون في لقاء اعاده ما بين الفريقين في ملعب اولد ترافورد ويحدد ذلك لاحقا. امامنا هنا بنتابع سمولينج بيلعب كظهير ايمن قلبي دفاع، واللاعب بوتنر اللي بيلعب في الجانب الايسر. وامامنا هنا دانيال فوتس النهارده يبدا اساسيا في غياب اللاعب الدولي الايرلندي اللاعب اوبراين اللي بيغيب النهارده عن تشكيله نادي ويست هام. امامنا بنتابع ادي هنا بول سكولز اعتزال في 2011 ثم العوده في يناير 2012 لما احتاج اليه سير أليكس فيرغسون. بول سكولز الجيل الذهبي اللي كان فيه باكم واللي كان فيه ليفل وبات وجيجز، طبعا هذه الاسماء اللي صعدت من خلال سير أليكس فيرغسون. لا خارج الملعب